شوفوا معايا واش شفتوا المقصيدة ديال ايوب الكعبي ديال البارح ولا لا. الهدف اللي ماشي عادي، والهدف اللي عارف اللاعب اش باغي يدير وعارف وشنو كيمثل القميص الوطني. ولكن وسط بزاف هاد الفرحه هادي شي ناس بقاو كيتسائلوا علاش الركراكي ما عيطش على زياش وبوفال. آه على حكيم. اي واحد غيكون فرحان بعد حكيم نشوفه في التيران، علاش هادشي اللي كنا كنسناوه من عليه دابا 5 شهور. واش كاين شي مشكل بيناتهم ولا غير ما بغاش يعيط عليهم، اولا كاين شي تخطيط كبير لكاس افريقيا؟ ما عرفت، مازال ما عرفناش حد الان. خليكم معايا حيت في هذا الفيديو غادي نهضروا على كل شيء بالتفاصيل. وقبل ما نبداو مسجل واحد لايك سبسكرايب وشي كومونتير تحفيزي وندوزو. اول حاجه تحليل المقصيه ديال ايوب الكعبي واللي دار البارح. اول حاجه المقصيه اللي دار ايوب ما جاتش بالزهر، وللهدف جا من التمركز اللي ذكي، قراءه مزيانه الكره والثقه في النفس كبيره. ايوب الكعبي معروف ماشي بالاستعراض ولكن بالفعاليه، ومهاجم وكيخدم بالصمت، ولكن كيضرب في الوقت المناسب. الى صاب الفرصه ما يزقلكش المعلم. المقاصة ضد جزر القمر كانت واحد الرسالة واضحة: أنا واجد وأنا هنا باش نعاون المنتخب. وأيوب اللي صراحة يعني غير من هذا البيت يبين لي هذا الهدف الصراحة رفع المعنويات بواحد الشكل اللي خرافي، وخلى الجمهور يحس باطمئنان قدام المرمى. شنو كيعني هذا الهدف للمنتخب المغربي؟ هذا الهدف كيعطي الثقة بزاف، وغتسولني علاش، أنا غادي نجاوب. كيعطي الثقة الكعبي قبل كأس افريقيا، وزيد عليها كيبين ان الحلول الهجوميه متوفره، وكيرسل ضغط ايجابي لباقي المهاجمين. في كأس افريقيا الماتشات كتربح بتفاصيل اللي صغار، وجود مهاجم يقدر يسجل في نصف الفرصه اللي شي حاجه راه كنز وعالميه ومهم، شي حاجه اللي بوم. ولكن بلاتي اجي نشوفوا السؤال اللي محير المغاربه حاليا، واللي الصراحه الدراري بزاف ديال المغاربه كيتاسفوا منهم حتى انا، علاش زياش وبوفال ما عيطش عليهم الركراكي المغربي؟ اول حاجه الدراري خاصنا نكونوا واضحين مع بعضياتنا، الركراكي ماشي ضد زياش ولا بوفال، كاينين بزاف ديال الاسباب محتمله. اولا جاهزيه البدنيه، زياش وبوفال معروفين باصابات متكرره، المدرب كيحب اللاعب واجد 100% ويقدر يلعب ماتشات متتاليه ومتابعه بدون اصابه ولا بتا حاجه، وزيد عليها ما يكونش الريسك في الاصابه. ثانيا اختيارات تكتيكيه، الركراكي دابا حاليا كيقلب على التوازن وكيبغي الضغط اللي عالي، وزيد عليها كيبغي لاعبين كيبغيو يدافعوا. ولكن حنا بغينا زياش وبوفال حيت الى جاو لهاد الكاس افريقيا غادي يديروا شي حاجه وهما اللي غادي يتسبوا لينا ان شاء الله غادي نديو. يمكن في هاد المرحله شاف ان اللاعبين اخرين كيخدموا اكثر في المنظومه. ثالثا تفكير بعيد في كاس افريقيا، ماشي ضروري تجمع كاع النجوم في ماتش ودي. الركراكي كيبني مجموعه وكيخلي بعض الاوراق ثقيله في الوقت المناسب. اجيو نشوفوا شنو خاص المغرب باش تكون عنده كلمه في كاس افريقيا. باش المغرب يدير شي حاجه كبيره خاصو الانضباط، وكاس افريقيا ما فيهاش السهوله، والصراحه كاع الفراقي غيكونوا صعاب بزاف، وخاص التركيز من اول دقيقه حتى الاخر ديال الماتش. وانتوما يبين لكم هذا الماتش ديال البارح يعني كون مشينا شويه كنا غادي نخسروا. وزيد عليها الواقعيه، ماشي ضروري لاعب زوين ولكن مهم هو الرباح. وزيد عليها المجموعه ماشي هي الافراد. شوفوا المنتخبات اللي كيربحوا افريقيا ما عندهمش بالضروره نجوم كبار، ولكن عندهم الروح الفارع، كتلقى كل واحد كيتقاتل من جهه وباغي غير الرباح. اجيو نشوفوا النقاط القوه ديال المغرب دابا. الحارس المرمى قوي وبلا ما نهضروا ياسين بونو راه غيبين لك كلشي. وزيد عليها الدفاع منظم 100%، ووسط الميدان كيقاتل. وزيد عليها الهجوم فيه الحلول متعدده، سواء الكعبي والنصيري ولا اي مهاجم اخر، والمهم هو اللي يسجل وماشي السميه ديالو. والصراحه المغرب الا بقات منضبطه بحال هكا غنقدروا نديروا شي حاجه في كاس افريقيا. علاش لا؟ الرساله للجمهور المغربي، خاصنا نكونوا ورا المنتخب ديالنا في كل الحالات، وما نطيحوا حتى بشي لاعب، ونعطيو الثقه للمدرب. علاش لا؟ ونثقوا فيهم ونزيدهم حنا غير بالدعاء. الضغط الزيت كيقتل والدعم كيربح، يعني حنا كيتسالونا غير السيبورت ونوقفوا معاهم. ودابا السؤال اللي نخليكم معاه، واش كتظنوا المغرب غادي يدير شي حاجه في كاس
افريقيا الا كان غيدير شي حاجه وقولوا لي في التعاليق ونشوف.